أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن آزرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم فاحشره اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سوف نكشف عن سر وكيفية تحديدنا ليوم 3/3 سنة 2029 اللي هو بيوافق 18 شوال سنة 1450 هجرية كيوم لظهور الإمام المهدي. وسوف نذكر المصادر التي عليها قد اعتمدنا. في البداية قبل ما أذكر المصدر الرئيسي اللي اعتمدنا عليه طبعا في تحديد اليوم، في الأول لازم نشوف هل فعلا احنا في الرينج بتاع الفترة الصحيحة ولا لا. لو رجعنا لمخطوطة الوعيد في هدم الصناديد لأبي جعفر السليماني اللي هو قال فيها فانتظروه بعد 11 من القرون، بعد 11 قرن يعني بعد 1100 سنة. والكلام ده قالوا امتى؟ سنة 334 هجرية. يعني المفروض ان هو يظهر الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ظهوره المبارك يكون بعد سنة 1434 هجرية. طبعا 1434 دي فاتت بقالها دلوقتي 10 سنين او اكتر. فاحنا في الفترة بناء على هذه المخطوطة ان احنا في فترة الظهور فعلا. دي نقطة من النقاط. النقطة التانية اللي احب ان احنا ننوه عليها هي كتاب نعيم ابن حماد الفتن، كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، اللي ذكر فيه حديث العائز الأول بالبيت وإنه يقتل، وإن بعد كده قال ينتظر الناس برهة من زمانهم. البرهة هي نصف قرن. البرهة تساوي نصف قرن. القرن 100 سنة، البرهة 50 سنة، فالبرهة هي نصف قرن. طيب العائد الأول ده اللي كان في البيت اللي هو جهيمان العتيبي ومعاه محمد بن عبد الله القحطاني ده واللي معاه دول، كان الكلام ده امتى؟ كان سنة 1979 ميلادية، اللي هو 1 محرم 1400 سنة 1400. طيب لما نضيف البرهة اللي هي 50 سنة اللي هي نصف قرن ل 1979 هجرية 79 ميلادية، ينتج عن ذلك أن الظهور يكون بإذن الله سنة 2029. لحد دلوقتي احنا بنتكلم في السنة والرينج بتاع التوقيت. يبقى قلنا الأول أبي جعفر السليماني قال لك انتظروه بعد 11 من القرون، بعد 11 قرن. الكلام ده سنة 334 هجرية. يعني نضيف دول على 11 قرن اللي هم 1100 يبقى 1434. انتظروه بعد 1434، بعد سنة 1434. احنا دلوقتي سنة 25 1445. يعني التوقيت اللي هو قال عليه
دلوقتي مر مثلا بقاله 11 سنة والراجل ما قالش في التوقيت ده، قال انتظروه بعد 11 من قرون، يعني 11 قرن فيما فوق بقى زيادة يعني. يبقى دلوقتي احنا خدنا نقطتين. النقطة الأولانية أبي جعفر السليماني إن هو قال إن احنا في الفترة دي هي فترة توقيت الظهور، الله أعلم بقى سنة سنتين 3 4 5 6 7 10 الله أعلم. طيب نيجي لكتاب الفتن للنعيم بن حماد اللي هو قلنا حديث العايز الأول ويقتل وينتظر الناس برهة من زمانهم. البرهة قلنا هي نصف قرن، البرهة هي نصف قرن. أي واحد يقول لك 30 سنة 40 سنة كلام فارغ من ده هقص. البرهة هي نصف قرن، يبقى نضيف نصف قرن اللي هو 50 سنة على سنة الحدث ده اللي هي سنة 1979 ميلادية يدينا 2029 ميلادية. يبقى الظهور المبارك يكون سنة 2029 ميلادية كده. بس لا، المفاجأة الكبيرة بقى هي اللي جاية دي اللي بتحدد اللي بتحدد الظهور المبارك باليوم، مش بالسنة ولا بالشهر بس، لا باليوم. موجودة فين دي مقولة عن أبي يزيد البسطامي، موجودة في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير. يقول فيها ايه؟ يتممها تميم، ودي اللي انا نويت عليها قبل كده، قلت ان فيها اسماء، الاسماء دي في الازمان السابقة ما كانتش معروفة، عشان كده ما كانش سهل ان الناس توصل للحقائق بالظبط. لكن في زماننا ده الاسم ده موجود، الاسم ده معروف ومعروف هو مين وتولى امتى الحكم والكلام ده كله، اللي هو تميم ابن حمى الثاني. ده تميم اللي هو امير قطر. بيقول ايه؟ يتممها تميم، يعني ده هو اللي بتمم الحكم نهاية، بعد كده مفيش حد بعده هيجي يعني يمسك الحكم في من العيلة دي في المكان ده تاني خلاص. يتممها تميم الذي هو من البؤس سليم، عزيز على القلوب مليح الشروق والغروب. ولو جينا نشوف شخصية تميم فعلا هنلاقيها بتتصف بهذه الأمور، إن هو إنسان إلى حد ما كويس، يعتبر أحسن الوحشين بالنسبة للحكام العرب، عزيز على القلوب، هو محبوب بالنسبة للناس وبالنسبة لأهله، مليح الشروق والغروب، شيخ فإن يعرفه أهل العرفان. الناس اللي هتعرفه هي الناس اللي عندها عرفان بالموضوع، يعرفه أهل العرفان. ساعة ما يتعرف ويظهر ويمسك الحكم بتاعه ظهر الحق. الحق هيظهر امتى؟ بعد 15 عام و8 أشهر و8 أيام. ظهر الحق 15 عام و8 أشهر و8 أيام. الراجل محددها باليوم، الراجل محددها باليوم. نيجي نشوف تميم تولى الحكم امتى. تولى الحكم يوم 25 يونيو سنة 2013. توليه للحكم سنة 2013 في 25 يونيو اللي هو موافق 16 شعبان 1434 هجرية، اللي هو بيوافق بالتقويم الشمسي 4 السرطان 1391.
حاجة كده يعني انتوا مش هنشغل دماغكم بيها. لكن اللي يهمنا دلوقتي ان هو تولى الحكم يوم 25 يونيو سنة 2013. إذا أضفنا إليه 15 سنة وال8 أشهر وال8 أيام ل 25 يوليو سنة 2013 هيطلع لنا على طول الناتج عندنا إن هو ظهور بإذن الله، ظهور الحق، ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يوم 3/3/2029. 25 يوليو 25/6/2013 ضيف لها 15 سنة 8 أشهر 8 أيام. 15 سنة على 13 و8 أشهر على 3 و8 أشهر على 6 و8 أيام على 25 يوم. نيجي نضيف 8 أيام على 25 يوم هيدونا شهر و3 أيام، يبقى 3 وخدنا معانا شهر. ضيف عندك 6 و8 كام؟ 14 شهر. ضيف عليهم الشهر اللي معانا يبقى 15. يبقى كده ده يصلنا لشهر 3 ومعانا سنة. هذا ال15 سنة ضيفهم على سنة 13 يبقى 28 ومعانا سنة يبقى 29. يبقى 3/3 سنة 2029 اللي هو بقى؟ ده ظهور الحق كما ذكر أبي يزيد البسطامي. نقول الجملة الثانية: يتممها تميم. يتممها تميم واضحة مش محتاجة تفسير. أي حد هيخرف ويقول يتممها يبقى ده تمام تمام وكله تمام والهقص والكلام ده مش عايزين هبل. الكلام واضح مفيش فيه لبس. يتممها تميم الذي هو من البؤس سليم، عزيز على القلوب، مليح الشروق والغروب، شيخ فإني يعرفه أهل العرفان، ظهر الحق 15 عام و8 أشهر و8 أيام. ظهر الحق. وبعد كده بيكمل بقى يقول المهدي هو الحق والدجال هو الباطل وكل بقى الكلام بعد كده على المهدي والدجال بقى بيكمل بقى الموضوع، عشان ما مش واحد برضه مختل يجي يقول لا ده بيقول على المدة اللي هيحكمها تميم. هطل فهطل. بطلوا الهبل اللي انتوا فيه ده. كلام واضح جدا مفيش فيه اي لبس. كمل بقية الكلام هتلاقيه بيقول على المهدي هو الحق والدجال هو الباطل، المهدي هو الخير والدجال هو الشر. كله بيتكلم يبقى ظهر الحق اللي هو ظهر الإمام المهدي الحق. فقلنا إن هو قال 15 عام و8 أشهر و8 أيام. فإن يعرفه أهل العرفان لما يعرفوه تميم ديا قبل ما يتولى الحكم محدش عارفه، ابن حاكم ولا غيره ولا بتاع، حد يعرف أبوه عشان يعرفه؟ المهم إن هم خلاص تولى الحكم، أصبح أمير لدولة صغيرة أي نعم لكن اسمها دولة كبيرة اقتصاديا. اقتصادها قوي، اقتصادها كبير. يتممها تميم الذي هو من البؤس سليم، عزيز على القلوب، مليح الشروق والغروب، شيخ فإن يعرفه أهل العرفان، ظهر الحق 15 عام و8 أشهر و8 أيام. قلنا نضيفهم على يوم تولي تميم الحكم اللي هو 25/6/2013 يطلع لنا الناتج عندنا الظهور المبارك يوم 3/3 سنة 2029. طيب اليوم ديا برضو مش هنصدق بيه الا لما نراجع برضو على الحاجات التانية. في حديث قال عن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن المهدي يظهر عقيب صوم، هيظهر بعد صوم.
يعني بعد شهر رمضان عندنا صوم غير شهر رمضان، عقيبة صوم. يبقى يوم 3/3 سنة 29 دي لو ما جاش موافق لعقيبة صوم، يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده هاكس، كله كلام فارغ، والتحليل بتاعنا كله غلط في غلط. فنيجي نشوف هو يوافق كام يوم 3/3 سنة 29 ده 2029. هنلاقيه بيوافق 18 شوال سنة 1450 هجرية. 18 شوال سنة 1450 هجرية. إذن فمتوافق مع الحديث بنسبة 100%، مفيش فيها جدال. دي نقطة. النقطة التانية بقى، قالوا إن السفياني يظهر قبل المهدي ب15 شهر، ويظهر في شهر رجب وفي سنة فردية. يظهر في شهر رجب وفي سنة فردية. نيجي نطرح 15 شهر من يوم 3/3/2029 اللي هو يوم الظهور المبارك بإذن الله، نلاقيه بيوافق 3/12 سنة 2027. لازم التاريخ ده يتوافق برضه مع الحديث اللي قال إن هو يظهر في شهر رجب وفي سنة فردية. لو فيها حاجة من دي مش حقيقية ومش متوافقة، يبقى الكلام اللي احنا بنقوله برضه كله نشيله ونرميه في الزبالة. فنيجي نشوف 3/12 سنة 2027 دي بتوافق كام بالهجري، نلاقيها بتوافق 5 رجب سنة 1449 هجرية. يبقى كل حاجة ماشية بالمسطرة، مفيش فيها غلطة. أنا أول ما وصلت لتاريخ 3/3 سنة 29 دي بدأت بقى أدور في الأحاديث. ده بيقول الحديث كذا، لا نشوفه نتأكد، لا ماشي معاه مظبوط. طب الحديث ده بيقول كذا، لا ماشي معاه مظبوط. ليه؟ لأنك أنت مشيت في السكة الصح، خلاص خدت الطريق الصح، يبقى هتوصل لكل شيء صح. إنما لو الطريق معوج أو غلط، هتلاقي كل حاجة عمالة تلطش هنا وتلطش هنا وتخبط هنا وتخبط هنا. ده اجتهادنا بإذن الله تعالى، يكون اجتهاد حقيقي ومبروك وموفق. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها بسرعة، قلنا ان الإمام المهدي هو ذي القرنين القادم. يعني ايه ذي القرنين القادم؟ يعني تكليفه من تكليف ذي القرنين، وليس تكليفه من تكليف الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فتكليف رسول الله وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تكليف الإمام المهدي لا، من نفس تكليف ذي القرنين. وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن فسنقول له من أمرنا يسرا، هنيسر له المسائل. لا يآمن أهلا وسهلا، مش هيآمن خلاص مفيش محايلة والنبي وتعالى ونتناقش ونعمل لا، ظهور الإمام خلاص الموضوع انتهى. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الموضوع خلص، ما عادش فيه جدال، ما عادش فيه وقت للجدال. وقلنا قبل كده ان سلاح الإمام المهدي هو لسانه، سيفه يخرج من فمه، كما قال الإمام الصادق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال هذا للمهدي، هذا للمهدي. في كل الكتب السابقة سماوية بيوصفوا الإمام المهدي بأن سيف يخرج من فمه، سيفه يخرج من فمه. وسيف بإيه؟ بحدين. سيف الإمام علي بحدين يخرج من فمه، لأن معروف إن الإمام المهدي سيكون مؤيد بالملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ويكون هو خليفة الله على الأرض وليس خليفة رسول الله على الأرض، هو خليفة الله على الأرض. وخليفة الله على الأرض أي
كلامه نافذ في الأرض وحكمه نافذ في الأرض، لأن الله قد استخلفه في هذه الأرض وأعطاه كل الصلاحيات لفعل ما هو صواب، لأن الله هو الذي اختاره سبحانه وتعالى. فالإمام المهدي سيفه يخرج من فمه، قلنا ده سلاحه، لأن لو سلاح الإمام المهدي بقى طيارات وغواصات وقنابل نووية والكلام ده كله، ما كل الدول عندها الحاجات دي، هتقوم حرب بين دي وبين دي، ده هيضرب في ده وده هيضرب في ده. حتى لو الإمام المهدي انتصر في النهاية اسمها بقت حرب. الإمام المهدي ما بيخدش حروب، ما بيدخلش حروب. الإمام المهدي يدخل ملاحم الإمام المهدي كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ملاحم الإمام المهدي. النقطة الثانية اللي عايزين ننوه عليها بسرعة بس، إن موت أمير الكويت هيجي بعد منه موت سلطان عمان، بعد منه موت رئيس الجزائر، بعد منه إعلان وفاة هلاك سليمان بن عبد العزيز أو سلمان بن عبد العزيز ده، ثم ثورة التصحيح في مصر وتطهير مصر من الخونة وتحرك الجيش لتطهير مصر من الخونة. الكلام ده قلنا كله هيحصل إن شاء الله بحد أقصى بإذن الله في منتصف عام 24 يكون خلص، المسائل تكون انتهت في منتصف عام 24. وقلنا إن هذا ما أمكن شرحه، وإلى لقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى. وأعتقد إن احنا شرحنا كل حاجة، اللي عنده حاجة غير اللي احنا بنقولها يفضل يورينا نفسه، احنا ما عندناش أي غضاضة ولا أي مشكلة. هذا اجتهادنا، نرجو أن يؤجرنا عليه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.